اتفضلوا معانا الغدوة اللذيذة الظريفة دي. غدوة لذيذة ظريفة ما بتتعملش غير في الشتاء، وبيبقى طعمها رائع جدا جدا. شوربة العدس اللذيذة جدا جدا جدا، وعملنا معاها شوية حبشتكنات كده. نقينا العدس كويس وغسلناه وحطيناه في حلة، وحطينا عليه البصل والطماطم والجزر، طبعا ضفنا عليه المية المغلية وسيبناه بقى يعيش مع نفسه، ياخد ويد مع نفسه كده لحد ما استوى. عايزه اقول لكم ان انا ما بحطش معاه غير طماطم جزر بصل بس. وسبته بقى مع نفسه، كل شويه اقلب فيه عشان ما يلزقش في قعر الحله لحد ما استوى كويس قوي، واتاكدت ان هو استوى. طبعا كل ست بيت بتبقى عارفه هو استوى ازاي. وركنته على جنب لحد ما هدي شويه، وضربته في الخلاط كده ضربتين حلوين لحد ما بدأ ينعم معايا، وسبته في الخلاط. في الوقت ده انا جبت بقى 7 8 فصوص توم وفرمتهم، وحطيت عليهم شوية زيت، وممكن تحط زبدة وسمنة عادي، بس لازم تحط شوية زيت أساسي يعني. وصبيت بعد كده لما التوم بدأ لونه يبقى بيج معايا، صبيت عليه العدس بتاعي اللي انا فرمته في الخلاط اصلا، اللي انا عصرته في الخلاط زي العصير يعني. بعد كده حطيت شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية فلفل اسود و7 بهارات شوية صغيرين، وملحناهم بشوية ملح. بس خلي بالك من الملح، ما تحطيش الملح كله مرة واحدة، لان ممكن مع الغليان، لانه هيغلي شوية 5 6 7 غلوات كده، ممكن مع الغليان يحدق معاكي، فظبطي ملحك اول باول. خلصنا كده وظبطنا الدنيا. كنا في الوقت ده عاملين حلة رز بيضة صغنونة كده على قدنا، وكمان محمصة عيش، وسلقت بيض ودحرجته في السمنة البلدي، وعملت طبق بطاطس محمرة وعملت طماطم محبشة. مش بقول لكم الغدوة النهاردة محبشة ولزوم الشتاء؟ العدس ده يعني بيبقى حلو جدا جدا في الشتاء. يعني في الصيف بيبقى دمه تقيل شوية، لكن في الشتاء بيبقى حلو قوي. طبعا ظبطنا كل حاجة، وشوفوا منظر العدس، والله اللون ده طبيعي، يعني هو ده لونه الطبيعي بصراحة، لان بضيف عليه الطماطم جزر بصل بس، ما بحطش عليه بقى لا كوسة ولا فلفل ولا بطاطس. الحاجات دي بتغير طعمه وبتخليه كمان لونه فاتح قوي، لكن ده لونه الطبيعي. هي جزرايه بطاطسايه، قصدي جزرايه وطماطمتين وبصلايه بس، مع التوم اللي انا حطيته وشويه التوابل بتاعته. كنت انا في الوقت ده عامله فصين توم مع كزبره ناشفه مع معلقتين زيت، زي بالظبط الطشه بتاعت الملوخيه، ورحت ضيفاهم على وش البولات كده بتاعت العدس، بتدي طعم خطير جدا جدا جدا. ده تاتش حلو جدا، ابقوا جربوه، هتلاقوا طعم العدس معاكم اختلف تماما، وهو اصلا حلو هيزيد حلاوه كمان. ايه رايكم في غدوتنا النهارده بقى؟ ده غدا مطبخ مصريه النهارده، قولوا لي ايه رايكم فيه، والف هنا وشفا، وجربوه وهيعجبكم جدا. بس اعملوا العدس بنفس الطريقه وضيفوا له نفس الاضافات. ما تنسوش الاضافه الاخرانيه اللي هي طشه الثوم بالكزبره، دي الكزبره الناشفه بتدي له ريحه وطعم حلو جدا جدا. باي باي.